معانا دكتور هشام الوصيف، استشاري تغذية علاجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. كلمني عن مشاركة حضرتك النهاردة. النهارده كانت مشاركه، احنا بنتكلم على دور التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي في انقاص الوزن ومساعده الناس في العلاج الطبيعي ان هم يوصلوا لهدفهم. طبعا احنا مع التحدث والتقدم العلمي بقى في كل يوم جديد في الاجهزه، بقى في ساعات، بقى في موبايلات بتقيس معدلات النبض، معدلات الحركه، معدلات السعرات الحراريه اللي بتتحرق. كل ده بقى يحدد القصه دي تكنولوجيا او اجهزه بسيطه بقينا نستخدمها. طبعا بقى يحدد للمريض، بقى يتابع نفسه اول باول، وكمان بالمساعده مع الدكتور والسبورت دي من جمعيه معا. دايما بيبقى في تكاتف ما بيننا وبين بعض، ان لازم الواحد يبقى معاه دكتور يساعده ويقف جنبه، يسنده، يساعده انه لو هو عنده مشكله او في حاجه مش فاهمها يقول له عليها. مع كمان التقدم العلمي اللي بقى يحدد لي ايه الجسم محتاجه، وعلى حسب احنا بنقيس الوقت معدلات الحرق، معدلات الكتله العضليه، نسبه الدهون، كل ده بيتقاس بجهاز بسنسور بسيط بيقيس الحاجات اللي بتبقى ماشيه جوه جسمنا، فبيحدد ايه المشكله عند الشخص ده. هل هو عنده كتله عضليه زايده؟ هل هو عنده دهون زياده في منطقه معينه اكتر من منطقه؟ كل ده بدأ يتحدد عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكمان التقدم بقى ان كمان بقى في اجهزه حديثه بتساعد معايا في انقاص الوزن بدل المجهود العنيف اللي كان الشخص بيعمله. بقى في بدل بتتلبس وبتحدد القوه العضليه في المكان المعين، وبدات تدي نبضات معينه تعمل على انقاص وشد العضلات. كل ده بقينا نستخدمه في العيادات عندنا والمراكز. فده بدأ يساعد الناس ان موضوع انقاص الوزن ما عادش مشكله صعبه زي الاول. كان الاول بقى المجهود الحركي فقط والاكل، لا بقينا نحدد المشكله بتاعتك ايه، وبقينا نحدد ايه البرنامج اللي الشخص هيبدأ يمشي عليه. الحقيقة حاجة رائعة جدا والموضوع بقى أسهل من الأول. طب رأي حضرتك النهاردة إيه في اليوم، وشايف التنظيم إزاي النهاردة؟ طبعا النهارده اليوم رائع بصراحه، وبنشكر طبعا دكتوره ساره على الاستضافه. الموضوع شيق ومهم، ولازم كل الناس تبدا تهتم بيه وتبدا تركز عليه، لان احنا كل يوم في جديد. الدول المتقدمه هي سبقانا عن طريق ان هم بداوا يهتموا اكتر بالتكنولوجيا الحديثه، وبداوا كل يوم يبقى في ابتكار جديد وفي فكر جديد وفي ابحاث جديده بتتعمل، فبتطلع لنا منتج او جهاز او تقنيه معينه تبدا تساعد العضو البشري او الشخص البشري ان يبدا يوصل اللي هو عايزه. حضرتك شايف كان إيه المفروض مثلا يبقى موجود؟ إيه مقترحات حضرتك تحب إن إحنا نبقى الفترة الجاية مثلا إن هي تبقى موجودة؟ طبعا كان يبقى في اكتر، لو في توعيه للناس اكتر، او في انتشار للجمعيه اكتر، او في توعيه للناس، او اعلان اكتر للناس انها تبدا تعرف الجمعيه، ويبقى في تواصل اكتر، في عدد حضور اكبر. المره الجايه ان شاء الله يبقى في تقدم وفي وصول اكتر. الحقيقة حضرتك إضافة رائعة للمؤتمر، إحنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا، شكرا يا فندم، شكرا. نورتنا شكرا، شكرا. شكرا.